السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الفيديو اللي معانا النهارده هنتكلم يا جماعه فيه عن كل حاجه تخص المش والجبنه القديمه. اول حاجه بتقابلنا وبنكون خايفين منها، يعني ممكن تخلي الناس تقرف من المش، اللي هو دود المش. هو صحيح بيكون منه فيه، بس لازم نتفاداه. نعمل ايه؟ نجيب دواء المش اللي انتوا شايفينه ده عامل زي السكر، او اسمه دنكار من عند العطار. بترشيه على وش المش، او بتحطيه في حته قماشه نظيفه وتربطيه في اول الزلعه من فوق. تمام كده. تاني حاجة، لو المش معايا اللي معايا ده مظبوط ما شاء الله. طيب لو المش معايا خفيف، بعمل له شوية مرتة. المرتة اللي هي ايه؟ اللي بخرجها من السمنة بعد ما اسيحها، بديها اللون البني، وازودها، ازود بيها المش. تمام كده، وازوده شطة. طيب لو المش خفيف، لو المش تقيل، بغليله لبن او شرش ابيض اللي هو بيخرج من الجبنة، او لبن حليب، واغليه واسيبه يبرد. بس قبل ما احط ده او ده، عشان ما يبيضليش المش يا جماعه ويفتح لونه معايا، بزوده شطه. لازم ازوده شطه. عندي شطه مفرومه ماشي، عندي شطه اللي هي مجففه ومفرومه دي تمام. تمام كده. طيب انتي لو البلاص بيرشح مني، بفضي اللي فيه واغسله بشرش ابيض، وادهنه ماده دهنيه بس بسخنها، والفه فيه، وبعدين يعني اعمله على اكفيه كده، يوقع كل اللي فيه، اديله لفه محترمه، وينزل كل اللي فيه، واللي فضل على جسمه هو اللي بيفضل. ده بيمنع الترشيح. طيب ولو انا بحط الجبنه ما املاش الزلعه للاخر او البلاص. ليه يا جماعه؟ عشان ما تفورش. طبعا دي حاجه مالحه وحاجه حراقه بتخلي الحاجه تفور. طيب قشر استفندي ده صح ولا غلط في المش؟ صح قوي. ده بتاع السنه اللي فاتت، اللي في ايدي ده بتاع السنه اللي فاتت. شايفين ما شاء الله؟ في ناس بتطلع في ريح حته الجبنه حته من دي، بيكون طعمها حلو، بتخلي المش حلو، بتخليه يدور. اهم حاجه ما نحطش فيه حاجه خضراء، لان الحاجه الخضراء بتنزل الخضار بتاعها في المش، فبتغير لونه. شوفوا انا جايبه معايا قشر استفندي اهو، وشطه. قشر استفندي بس انت تغسليه وتنشفيه قبله. اوعي الميه عدوة المش يا جماعه، الميه بتبوظ المش، اوعي تحط ميه. دي الجبنه اللي انا مشرشاها ومجهزاها، اللي انا هخزن. دي مش كل الكميه، لان احنا لسه في اول الشهر، انا لسه ما عملتش الخزين كله، بس انا قلت اوريهولكم. بقلب الشطة وقشر الستوفان ده اهو، لان المش لقيته تقيل معايا شوية، فانا هزوده شوية شرش او شوية لبن. فقلت ازوده الشطة بتاعته برضو على ما ان شاء الله يدور معايا والسنة تلف واجي اطلع من الجبنة، بتلاقي الشطة ديت اتفعلت معاه، بتخلي لون المش حلو. انا مش بملى، بحط في الزلة لغاية ما عملت بصبع كده، مش بملى الزلعة للاخر او البلاص للاخر. ليه؟ عشان ما تفرش. ادي حاجة. واحسن حاجة للجبنة يا جماعة اللي هو الزلعة دي. طب انا عايزه احط برطمان بلاستيك او برطمان ازاز عادي، بس ما بتكونش بنفس الجوده بتاعه البلاص الفخار. تمام كده. بلاش وانت بتخزني تجيبي جبنه منفعه. جبنه المنفعه يا جماعه بتحجر، اما بتنزل المش بتحجر وتطلع ناشفه قوي كمان. اللهم صل. طب لو انت ما عندكيش خميرة مش وعايزة تعملي مش من اساس، بتعملي مرتة وتزودها شطة وتزودها شوية لبن وتحطيه وتنزلي فيها الجبنة. شايفين ما شاء الله الجبنة معايا كريمي وناعمة ازاي؟ الجبنة دي بتاعت السنة اللي فاتت، انا عندي كمية، كان عندي كمية كبيرة بس طلعتها. تمام. بتعملي زي ما قلنا مرتة، بس بتحمرها بتديها لون شوية، وبتزودها لبن وتزودها شطة وتحطيها في البلاص او الزرعة بتاعتك. واول ما يكون عندك الجبنة بتبدأي تنزلي فيها، هي بقى بتدور لوحدها. تمام كده. في حاجة كمان، لو انت عايزة تزودي المش، لبن، اللبن لازم تزوديه شطة. ما ينفعش تحط اللبن ابيض زي ما هو كده، او الشرش الابيض تحطيه زي ما هو كده، لازم تزوديه شطه. انا هجيب معاكم دلوقتي خض وشرش، انا غلياهم وسايباهم عندي، هزود بيهم وهقول لك هتزودوهم ازاي. بتنزلوا ملحه وتزودي شطته وتزودي بيه. تمام كده. دي كل حاجه تخص المش. ايه تاني ما تكلمناش فيه؟ الوقت خزين الجبنة أنا قلتلك زي في شهر 3 وشهر 4. في شهر 3 وشهر 4 الزبدة تحوشيها في شهر 1 وشهر 2، دي تختلف عنها. الجبنة يا جماعة في البرد بتكون ناشفة، وفي الصيف بتكون متفلة ومفرولة. فانت أنسب وقت، والجو أول ما يبتدي يدفي في شهر 3 وشهر 4، دول أنسب وقت تخزني فيهم الجبنة. تمام كده. عشان كده انا اتعمدت ان انا اعمله في الشهر ده معاكم،
انا خلاص رصيت الجبنه هي نزلتها في البلاص كلها، لقيت المش تقيل معايا بصراحه، والجبنه ما اتغطتش كلها، فجبت الخض ده، ده خض على شرش، انا غليتهم وسبتهم يبردوا. تمام كده. هعملهم معاكم اهواتي، ده مكان ما كنت غلياهم. هزوده الملح بتاعه، ملح الخض بس، حد الشرش والخض اللي قدامي ده عشان يكون مظبوط. ودي الشطة، مش عايزة لونه يفتح لون المش اللي معايا، مش عايزة الخض والشرش ده يفتح المش اللي معايا، انا عايزة لونه يكون بني عشان يدور معايا. وهتفرجك على الجبنة دي شكلها ايه، اعملها بس بنفس الطريقة. واهم حاجة وانت بتحطي في البلاص او الزلعة، اوعي الهوا، اهم حاجه اوعي الهوا. انا عامله لها غطا محكم وحلو قوي. لو انت حتى عايزه تسدها باي، ان شاء الله حتى بايه، بألف حته قماشه على بعض، دي عاد، اصل انا عامله لها غطا كويس. انا نزلت بالكميه اللي معايا، شوفي ما شاء الله الغطا نازل كبس عليه يعني محكم جدا ما شاء الله. يلا اشوفوا الشكو على خير، فيديو جديد، وما تنسنيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.